بي ادز طبعا اسم غريب جدا وبالنسبه لنا كلنا حاجه تضحك، لكن على قد ما الاسم بيضحك على قد ما الافيشنسي او الحاجه اللي هتطلع من البلاتفورم ده هي فعلا هتساعدك انك تلاقي احسن منتج تقدر انك تشتغل بيه في الدروب شيبينج. وكلنا طبعا عارفين لاي حد عارف المجال او فاهم في المجال كويس ان موضوع انك تلاقي منتج ده كويس من اصعب الحاجات اللي ممكن تتعمل في الدروب شيبينج، وممكن تكون من اكتر الحاجات اللي بتاخد وقت كمان. وعاده معظم الناس اللي بتستسلم في الدروب شيبينج او التجاره الالكترونيه بتستسلم بسبب انها مش عارفه تلاقي المنتج الصح. فلو انت عندك نفس المشكله دي الفيديو ده ان شاء الله يحل لك المشكله دي تماما. ويلا بينا نشوف ايه هو البلاتفورم ده. مبدئيا كده خلينا متفقين ان الدروب شيبينج او التجاره الالكترونيه بتعتمد اعتماد كامل على حاجتين مهمين جدا: المنتج والاعلان. الاثنين دول هم دول اكتر حاجتين انا هتكلم فيهم في الفيديو ده، وهي دي الحاجه اللي انا جاي لكم فيها. في بلاتفورم ودي حاجه من الحاجات اللي هي البيد بلاتفورم، هو بفلوس، بس الحلو ان انا جايب لكم عليه 20% خصم، وهتلاقوا اللينك تحت في الديسكربشن. فسواء انت عايز تعمل دروب شيبينج في السعوديه، عايز تعمل دروب شيبينج في امريكا واوروبا واي بلد في العالم، عندك كل البلاتفورمز موجودين في المكان ده سواء فيسبوك او تيك توك. وعشان ما اطولش عليك، الحاجه اللي احنا دايما بنعملها عشان نلاقي منتج هي ان احنا بنقعد احيانا بالشهور نحاول ندور على منتج بالطريقه اللي هي التقليديه، اللي بنقعد نبص على فيسبوك على المنتجات، نقعد نبص على تيك توك على منتجات لحد ما نلاقي حاجه. لكن لو انت بتدور على حاجه معينه ونفسك تلاقي حاجه في نيش معين في مكان معين في وقت معين، دي احسن طريقه تقدر تشتغلها لو انت فعلا عايز تلاقي منتج رابح واعلان كمان كويس جدا ورابح عشان تعمل حاجه شبهه. فيعتبر كده البلاتفورم ده بيعمل لك الاثنين في بعض. فتعالوا بقى من غير ما نطول اكتر في الكلام، تعالوا اوريكم البلاتفورم ايه هو، اللي هو اسمه بي ادز، ونبدا نشوف نشتغل بيه ازاي. طيب دي الداشبورد. وبي ادز هو عباره عن بلاتفورم بيوريك الاعلانات على حسب البرودكت اللي انت عايزه وحسب البلاتفورم انت تختاره. فهو عنده هنا مثلا تيك توك ادز، فيسبوك ادز، تيك توك شوب، ادفرتايزرز، عنده حاجات كتير جدا. انا مشترك هنا في الفي اي بي، وسايب لكم زي ما انا قلت لكم تحت في الديسكربشن لينك ب 20% ديسكاونت لو انت عايز تشترك فيه. فتعال نبدا نشوف البلاتفورم ده بيشتغل ازاي. لو انا جيت هنا مثلا على تيك توك شوب ادز او تيك توك ميد مي باي، او نتك على تيك توك احسن ونشوف ايه اللي احنا عايزين نعمله. انا في معظم الوقت بحب اشتغل في مجالين، وانا دايما بقولهم الصراحه، يا اما الهوم اند جاردن يا اما البيبي. بلاقي ان السوق بتاعهم مليان جدا، مش لازم تبقى حاجه براندد قوي الا لو حد مثلا عايز يجيب حاجه معينه من حته معينه، بس السوق بتاعهم واسع ومليان فرايتي وتقدر ان انت تشتغل بيه وتعمل اب سيلينج بيه كتير جدا. دي هنا ده الداشبورد بتاعتها، وهنا نقدر ان احنا نختار ما بين تيك توك وما بين فيسبوك. خلينا نختار الاول تيك توك، وهنقول له دروب شيبينج، وهنقول له دروب شيبينج بالذات على شوبيفاي، وبعد كده نقول له ابلاي. وبعد كده هنا تيك توك شوب اد، خليها تيك توك شوب اد. طبعا هو مش موجود حاليا في الوطن العربي او في مصر حاليا، التيك توك شوب لسه مش موجود، فخلينا نختار دروب شيبينج. الكونتري طبعا يونايتد ستيتس عشان عايزين نعرف ايه اللي شغال هناك، لان احنا هنبيع في يونايتد ستيتس. اللانجوج خليها بالانجلش، هنقول له ابلاي. سي تي اي بوتن، عاده الناس بتقول شوب ناو، دي اكتر حاجه بتتقال. الاودينس هنختار مثلا الامهات، ممكن نتكلم من 25 ل 35، وهنختار برده الايدج من 35 لحد 55 عشان ان كيس او لو في مثلا جده عايزه تشتري الحفيد فمش عايزين نسيب حد دلوقتي وعايزين نختار كل الاودينس اللي عندنا. وهنقول له برده ابلاي. هنا انا اللي عملته ان انا جبت كل منتجات الاطفال اللي شغاله على الدروب شيبينج، اللي هي شغاله على يونايتد ستيتس انجلش شوب ناو في الرينج السعر ده، وقلت له هنا كلمه بيبي عشان يتكلم عليها. حلو. فهنا مبدئيا هو وفر لي لا يقل عن اسبوعين مثلا او 3 اسابيع بقعد ادور على الحاجات دي. فطبعا انت ممكن تعمل بقى اكتر بكتير، امبريشنز، لايكس، ممكن تقول مش عايز اي حاجه اقل من 10000 لايك، 20000 لايك، عاده انا حاسبها مفتوحه، كومنتس برده وشيرز وانجيجمنت والكلام ده كله. البيريد دي حته دي مهمه جدا بقى، ان انت الاد ران تايم اللي هو ميديوم داي، لو داي، هاي داي، سيبك من دي، انت عايز الكرييشن ديت. يعني ايه؟ ان الاد ده يكون في خلال ال3 شهور اللي فاتوا. ليه؟ عشان تعرف ساعتها ايه الاعلانات اللي فعلا شغاله والمنتجات اللي فعلا شغاله في الفتره اللي فاتت دي. ونيجي ننزل هنا هنلاقي بقى ان هو في مثلا 4 اعلانات هم اللي شغالين. طبعا لو هو جاب لك 4 اعلانات بس، فاحنا مختارين حاجه اللي هي نيش جدا في حته معينه. فاحنا هنا مثلا عندنا البرودكت ده عامل 1300، ده هنسيبه وهنشوف اللي عامل 37000 ده. تعال نتفرج على الاعلان ده كده. طيب خدت بالكم بقى من الاعلان اوله هو فويس اوفر، هو لعب على الحته الايموشنال اللي هو بيقول ايه، ان البيبي كان عنده دايجنوسيس، ان هو اتشخص من عند الدكتور ان هو ما بيعرفش ينام كذا كذا كذا. فهي لعبت على حته، وعشان كده هو جايب الامبريشنز دي وعدد الفيوز دي، لان هو اي بتبقى خايفه جدا على الطفل. فبالتالي اول كلمه اتقالت في الاعلان لو خدتوا بالكم جزء الدايجنوسيس اللي هو التشخيص بتاع الدكتور. فدي حته مهمه جدا، لان هي دي الحاجات اللي بتخلي الاعلان تفضل تسمعه وتفضل مكمله. فهنا مثلا اعلان زي ده جايب لك
الامبريشن. الاد كوست لحد دلوقتي هو صارف مثلا 129، بيقول اكسبكتد ان هو يكون عامل الستور ده من 4 ل 52 اوردر. حلو. هنا تيك توك بوست، ممكن تعرف البوست نفسه. الفاينل لينك اللي هو ده لينك مثلا البرودكت، يعني مثلا لو جينا اتكينا على ده كده ورحنا للستور نفسه هنلاقي ستور فعلا بيبيع نفس المنتج ده. ودي يعني هو ستور صراحه شكله كويس جدا، شكله كويس جدا كمان. عامل جيف هنا مثلا في اللاندنج بيج، فدي بتوريك الستور وبتقدر تاخد اللوك اند فيل بتاع الستور نفسه وشكله بيبقى عامل ازاي. في نفس الوقت تقدر تعمل اعلان زي ده. الاعلان زي ده يتعمل عادي جدا بان انت تتكلم مثلا مع ايكون فايرال ادز او بيلو، او لو انت عايز يو جي سي او الحاجات دي كلها. انا شارحها فيديوهات ثانيه في اليوتيوب برضو قبل كده، وشارحها برضو بالتفصيل في الكورس اكتر. هتلاقوا ان دي حاجه زي دي بتتعمل ما فيهاش مشكله. وكرييشن ديت 13 اغسطس. حلو قوي. طب انا كده عرفت كام معلومه ظريفه. انا ممكن اخد الاعلان ده واسيبه على جنب. هنا برضو سعر المنتج ده كان كام؟ حوالي كام؟ 299 دولار. فدي برضو ده رقم كبير، والاعلان حلو لازم تصرف عليه عشان تبيع برضو رقم زي ده. طيب تعال نشوف ايه برضو حاجات ثانيه عندنا ده مثلا. دي حاجه عامله 3000 لايك او 3000 امبريشن اسف. برضو جايب لك الشوبيفاي ستور والكلام ده كله. تمام مفيش مشكله. طيب فلنفترض ان انت مش عايز حاجه زي دي وعايز تختار منتج معين. يعني مثلا لو رحنا لعلي اكسبريس، تعال نجرب حاجه كده، وفي انت منتج انت عايز تبص على اعلاناته. خلاص انت اخترت او انت في منتج عاجبك جدا وحابب انك تبص على الاعلان بتاعه. فهنفترض انا دخلت على علي اكسبريس وكتبت ترافل باج مثلا، حاجات ليها علاقه بالسفر. فهنا مثلا انا شفت المنتج ده عجبني، فقلت ممكن لو دخلنا عليه مثلا كده هنلاقي ان هو حاجات بتقدر تحط فيها بقى الجزم الكلام ده كله، عشان بس لو انت مسافر او ايا كان اللي انت عايز تستخدمه عشانه. فشكله ظريف. رحت على بي بي ادز وكتبت كلمه ترافل باج، زي ما انتم شايفين هي موجوده اهي في الكيورد تحت، فجاب لك الاعلانات اللي هي مشهوره ومش مشهوره. فتعالى مثلا نبص بصه كده على الاعلان ده مثلا. Absolutely genius and allows you to store clothing items on hangers in a separate compartment from the rest of the bag. This is a great solution when traveling with suits, blazers or dresses. طيب عشان بس نانلايز الاعلان ده، الاعلان ده حلو جدا. ليه؟ مبدئيا هو عامل يعني مجري السرعه بتاعت الفيديو نفسه عشان انت عينك تفضل تحاول تشوف ايه اللي بيحصل. فهو مش فيديو بطيء، وفي فويس اوفر بيشرح لك بالظبط العمليه ايه. فهو اعلان صراحه كويس جدا جدا جدا. اد كوست بيتكلم في حوالي هو صارف حوالي 34 دولار مثلا، وعمل من 1 ل 13 اوردر. تعال نشوف البرودكت بيج نفسها. لو خدنا كده الويب سايت نفسه هنلاقي الشنطه اللي هي بتتكلم عليها. هو ده كده دي شنطه مختلفه عن الاعلان نفسه. لا هي فعلا اهي هي نفس الشنطه بس بتتفتح بالطريقه دي. والويب سايت اهو برده يديك فكره الويب سايت ممكن يكون عامل ازاي، عشان تشوف باقي الناس اللي بتبيع حاجه زي كده بتعمل ويب سايتس برده عامله ازاي. دي حاجه برده ظريفه جدا. فمعنى كده ان انت ممكن تشوف الحاجه اللي انت عايزها من علي اكسبريس وتبدا ان انت تخش فيها وتشوف الاعلانات بتاعتها، بدل ما تقعد بالشهور وبالاسابيع تقعد تدور على ايه احسن اعلان ممكن يتعمل. فانت اعلان زي ده عادي جدا انك تعمل حاجه شبهه برده مع بقيه الحاجات اللي انا بشرحها اللي انت ممكن تعمل عليه اعلانات. نفس كل بقى اللي انا قلته ده برده موجود في فيسبوك. يعني انت برده لو انت هنا كل اللي احنا اخترناه ده اخترنا على تيك توك. لو جيت اتكيت هنا على فيسبوك برضه هتختار على كل حاجه ليها علاقه بالكلام ده. مثلا هنا فيسبوك انا كاتب كلمه ترافل باج، هتختار برضه دروب شيبنج، وهتختار نفس الكلام ده كله. وهتلاقي دي الاعلانات اللي هي ظاهره على فيسبوك اللي هي ممكن تنجح في حاجه زي كده. فانت برضه يعني لو بصيت بصه هتلاقي طبعا دي معظم الحاجات اللي هنا دي مع 11 لايك 15 لايك مش عارف ايه 1000 لايك. دي حاجات لسه مش ماشيه كويس قوي يعني. بس لو جيت هنا مثلا عملت في اللايكس قلت ان انت عايز هاي، فتبدا انت تشوف الحاجات اللي هي العاليه اللي هو 3000 لايك مش عارف ايه، وتقعد تشوف اعلان تشوف لحد ما تشوف في الاخر ايه المنتج اللي انت عايزه، وتشوف الاعلانات اللي هي ناجحه عليه. نفس الكلام برضو ده كله ممكن تعمله لو انت مثلا جيت هنا على برودكتس وعملت اد برودكت او نيو برودكت. او يعني نشوف مثلا اد برودكت اللي هو ده هتدخل بس اليو ار ال بتاع المنتج نفسه. طب لو انت جيت هنا مثلا دخلت على نيو برودكت، دي الحاجات اللي هي نازله جديده على، تعالى هنا نختار فيسبوك مثلا نجرب فيسبوك. دي الحاجات اللي نازله جديده الى حد ما وعليها لايكس كتير جدا وناس كتير بتشتغل فيها دلوقتي وبتبيعها. فتقدر برضو تاخد فكره عن ايه اللي دلوقتي حالا شغال وايه اللي الناس برضو شغاله فيه. فالبلاتفورم فيه حاجات كتير جدا جدا ممكن فعلا تساعدك انك تلاقي المنتج اللي انت فعلا عايز تشتغل فيه. وكل ما تخش اكتر في الموضوع كل ما هتلاقي ان انت في حاجات بتستكشفها في البلاتفورم ده. وتاني زي ما قلت لكم انا جايب لكم 20% خصم من بي بي ادز نفسهم، وهحط لك اللينك تحت في الديسكربشن تقدر انت تبدا فيه. حاجه تانية برضو اللي انا عايز اقولها لك، لو انت دخلت على اليوتيوب عندي في الشانل والفيديو ده عجبك تقدر تشوف كل السيرفيسز بتاعت شركه ايكوم ارك اللي هي خالد رضوان ايكوم ارك. تقدر تشوف احنا بنقدم ايه بالظبط، ايه هي الكورسز اللي حاليا متاحه، وايه هي الخدمات زي مثلا الويب سايت كرييشن، اونلاين ستور كرييشن، سواء انت بتتكلم على السوق السعودي او بتتكلم على السوق الامريكي. تقدر تعرف كل الكلام ده من كل الفيديوهات اللي موجوده هنا على اليوتيوب. واتمنى الفيديو ده كان يكون مفيد ويكون سبب ولو ل 1% ان حد يبدا فعلا يشتغل بالمشروع بتاعه اونلاين. واشوفكم الفيديو اللي جاي. صباح الفل.